السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح، ان شاء الله تكونوا كاع غايه. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اللي ماهوش مشترك في قناتي نتمنى تخلي لي اشتراك في القناه، تخلي لي ثاني اعجاب اذا عجبك الفيديو ولا جيم. نقول لي دخلوا معايا جدد كاع مرحبا بكم. توجور نرحب بالمشترك تاعي جدد ومام المشتركين تاعي القدم. ونقول لكم ان شاء الله يكون يعجبكم المحتوى تاعي، ان شاء الله نكون عند حسن الظن تاعكم فيا، وندير لكم دائما الحاجه اللي فيها افاده ليا وليكم. اليوم درت لكم فيديو بمناسبه الدخول المدرسي، اللي هي اي طالبه ولا اي تلميذه تحتاجها للدخول المدرسي. على بالي كنت تشوفوا الكسوه، كنت تشوفوا الادوات وكاع، بصح كاين فيني صوالح مهمين بزاف لازم تشروهم، اللي هو صوالح العنايه ولا الكوزميتيك. كيما يكون الاخر المظهر تاعنا برا شباب، مام لازم نتهلاو في لابو تاعنا، نتهلاو في يدينا، نتهلاو مع اللي في الصيف تقريبا نقعدوا في الدار، واذا خرجنا نخرجوا غير مع حشيه وكاع، ما هكا ما ننحرقوش بزاف من الشمس. وثاني راه داخل الخريف وداك يبدا الجليد وداك تبدا مام الشمس اللي تجي شويه بارده ويديروا لنا هذوك لي بروبليم في البشره تاعنا. جبت لكم اليوم روتين على بال اي طالبه تحتاجه ولا اي تلميذه. اول حاجه اللي تبداو بها هي نورمال كل وحده كيفاش تغسل الوجه تاعها. عندنا اول حاجه اللي نحتاجوها اللي هو الترطيب. لازم كل وحده فينا يكون عندها المرطب الخاص بها اللي يوالمها ويوالم البشره تاعها. ديره بعد الغسول اليومي، بعد بينما تنشف وجهها دير المرطب تاعها هكا باش يحمي لها البشره تاعها من الشمس، وثاني يحمي لها البشره تاعها من الجليد، وثاني يعني البشرة مهما كان نوعها عندها المرطب الخاص بها. والمرطب هي حاجة مهمة بزاف 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 للبشرة، ما نقدروش نستغناو عليها. حاجة الزوجة اللي فاني ما نطيقوش نخرجوا بلا بها، بغا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا في الربيع، يعني على مدار العام، اللي هي ليكرون توتال ولا يعني واقي الشمس. انا حاليا راني نستخدم في هذا تاع اس في ار، صراحه شباب بزاف، حتى ندير لكم عليه فيديو وحده. كما راكم تشوفوا لازم كل وحده فينا البنات يكون عندها واقي الشمس هكا باش الشمس ما تحرق لهاش وجهها، خصوصا الشيرات اللي كانوا مش يخرجوا بزاف في الصيف. دروك كي غادي يجي الشمس ما يغركمش هاد الايامات راه شويه الرعد والبرد وكاع، غادي يجي ذا الايامات الشمس غادي والله لا تجي الشمس تحرق، خصوصا في اكتوبر. ايا وباينه بلي يلق نحمو رواحنا من اشعه الشمس بواقي الشمس. وكل وحده دير اللي يخرج عليها ويخرج على البشره تاعها، وكل وحده احلى حسب مقدورها. كاين بزاف وقيات شمس بسعر رخيص ومناسبه بزاف بزاف للبشرات، كيما فينوس، كيما بو بارفيت. هذيك بو بارفيت انا مجربتها وخرج عليا علامه. حاجه الاخرى اللي نسحقوها ثاني اللي هي مرطب اليدين. كيما تعرفوا غادي كي نولوا نقراو كاع، غادي هكا نتوشو بزاف ستيلويات نكتبوا في السبوره ولا هكا نتلاقاو مع الشيرات بزاف نديروا لهم السلام. المهم غادي يدينا نستعملهم بزاف، وغادي يدينا يتعرضوا بزاف للشمس وللبرد وللجليد وكلش، اللي هي نحتاجو هكا نرطبوهم بكريم كيما هكا. اي كريم كانت عندكم تقدري ترطبي بها، يعني مناسبه ثاني ما تكونش كيما الفازلين تكحل برا وكاع، نورمال هكا الاخر اي هكا كريم شابه اليدين، وفاني هكا باش ما يتقطعوش ظفاركم، باش فاني تحافظوا على نظافه يديكم. حاجه الاخرى اللي داخله فاني في الترطيب واللي هي ترطيب الشفاه. كاين غادي كي نولوا نقراو بينما ما غاديش نولوا نشربوا الماء بزاف، يعني ما كلش في الدار ما نبغوش نشربوا الماء بزاف، باينه بلي غادي الشفاه تاعنا تنشف شويه ربنا ينشفوا. وثاني كم تعرفوا الجليد وكاع والهضره وكاع بزاف صالح لازم نستخدموا مرطب للشفاه. انا صراحه نخدم هذا ايفوشي. هذا تشوفوا لا كولور تاعه من الداخل جايه هكا في الاورانج، بصح ما يدير حتى كولور في الشوارب، يعني يدير كولور خفيف بزاف بزاف، ما كاش كاع اللي يفيق لك باللي راكي دايره مرطب. منها ترطبي منها تعطي هكا تنت خفيف يعني على لشواربك.
كيما قلت لكم اي وحده تستخدم اللي راها باغاته، يعني وعلى حساب مقدورها وعلى حساب كل وحده وظروف تاعها. هذا الصبالح اللي نستخدموهم يعني في العنايه تاع البشره تاع كل يوم، ما يدوش معنا حتى 5 دقائق. نوض نغسل وجهي، نرطبه، ندير لونتي سولير، ندير مرطب الشفاه، وندير لاك كريم تاع يديا ونخرج. هذا ما غاديش يدي من عندك كاع الوقت البنات، بصح غادي ولا تشوفوا ديفيرونس كون تبداو ديروا هكا روتين تاع توجور توجور توجور، غادي تشوفوا نتيجه بزاف شابه. انا وحده من الناس كي كنت نقرا يديا كانوا يكونوا في حاله تفاريد توجور هكا، كي ندخل ناكلهم ومستريس والقرايه وكاع، كانوا يديا يكونوا في حاله. بالنسبه انا حاجه ما نقدرش نخرج بلا بها وهي الماسكارا، اني نستخدم دروك هذه. قاعد شو ندير لكم هكا تبان لكم، هكا تبان لكم الفلاشه هذا فيها. مهم هذا الماسكارا واي ماسكارا فاني ديريها باش هكا طلعي شفارك ويوجو عينيك شابين. بالنسبه للغوج ليفر، انا ننصح ما ديروش الغوج ليفر باسكو راكم رايحين تقروا، وبزاف المراقبين وكاع ما يبغوش المكياج، يعني المكياج انتردي في الليسي ولا يعني في الجامعه. على بالي بلي نورمال تقدري ديري، بصح في الليسي ما تنجميش ديري. وهذا ميم لا شريتي ولا حبيتي ديري كولار كيما هكا جايه كلاغ، وما ما ديريهاش نيشان، ديري غير شويه هكا فوق المرطب ومسحيه غير باش هكا يعطيك هكا كولار شابه لشواربك وصاي. حاجه ثانيه اللي مهمه بزاف اللي درتها انا، بدات تعطيني نتيجه، بدات تعطيني يعني هكا بديت نوالفها ومطيقش نخرج بلا بها، اللي هي النظارات الشمسيه خصوصا في هذا الشمس. اش النواظر غادي يحمولك يعني عينيك من الشمس باش هكا ما يجوكش تجاعيد هكا فاني عينيك، باه ما يبقاش عينك ينقص ينقص ينقص. مهم باش النواظر مهمين بزاف سورتو في النهار اللي يكون فيه الشمس. والله صدقوني البنات اللي يديروا النواظر بزاف ما يجوهمش تجاعيد تاع العين مبكرا. حاجه اخرى اللي ديريها في الصاك تاعك وتزيدها لكم افاده اللي هي المرايه باينه باش تشوفي روحك. اذا كان خمارك مسقم ولا شعرك مسقم ولا اي حاجه فيك ولا مطاشيه بستيلو ولا باينه باللي تشوفي روحك. حاجه اللي بزاف مهمه اللي هي ديري العطر تاعكم في داركم، وديري هكا عطر صغير هكا معاك في الصاك باش توجور تبقى الريحه تاعك فيها انتعاش والريحه تاعك شابه بزاف. جربوا هذه تاع فينيس الشيرات، والله العظيم ريحتها شابه تهبل. جربوها، كاينه هذا الفاغ وكاينه هذا وكاينه ثاني الغوز. راني دايره لكم عليها فيديو بصح شابه 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 بزاف وطول بزاف. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا البنات، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون ما نسيت والو. انا صراحه الروتين اللي نديره انا شاركتكم به، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تخلوا لي جيم اشتراك في القناه. بسلامه البنات، في الفيديو الجاي ان شاء الله.